ظرفنا ابن الورمه. يا خرب بيتك يا ظرفنا ابن الورمه. لا 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 لا، اهدى كده بقى وركز معايا عشان ما افتقكش هنا. طبعا نيله منيله بنيله ان لعيب يحتفل ان يمسك تيشيرت الاهلي ويرميه على الارض وبعدين يحط ايده على ودنه ويعمل كده. يعني ده لو وقت صالح سين ده كان زمانه دلوقتي رايح عرى للسنبلاوين. فتعال نشوف اللقطه دي من كذا زاويه عشان نفهم امام عاشور كان عايز يقول ايه. امام عاشور كان عايز يوصل رساله لجمهور الزمالك اللي قاعد يقول لك عاشور 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 عاشور. اللقطه الشهيره بتاع فيلم الناظر هتسمعوها معايا دلوقتي. فهو شاغل دماغه بجمهور الزمالك وعايز يرد عليهم، ومش بس كده هو كمان عايز يرد على انتقادات جمهور الاهلي ليه. فانه يرمي التيشيرت رقم 22 وتيشيرت الاهلي في الارض ويعمل كده ده امر مشين. تعال نشوفها من زاويه ثالثه. حتى النهارده كهربا وطه جاب له التيشيرت لقطه لازم عليها عقاب امام عاشور، لان الاهلي دايما فوق الجميع ومن امن العقوبه اساء الادب. يلا بينا يلا بينا نشوف عاشور كمان وقاعد عمال يحلق النهارده عند الراجل وبيعمل القصه الجديده، قصه النوكيا الجديده. بص اهو هو النهارده مركز مع السوشيال ميديا. جمهور الزمالك قال عليه ايه، الناحيه الثانيه قال عليه ايه، الناس بتتعامل معاه بشكل ازاي في السوشيال ميديا. هو مركز في اللقطه دي. كلنا سمعنا اللقطه يا شناوي ما تعيش الدور، خد كهربا يلا وغور من الحته دي. انا بقى جايبها لك من الاول، جايب لك القصه من الاول، لان الغريب ان الناس هتفت للشناوي الاول وحيته وبعدين الجمهور اتكلم على الشناوي كده عشان اللقطه بتاع الماتش اللي فات لما قال لك خلاص مش عاجبك كهربا يمشي وانا كمان هاخده وامشي. فتعال نشوف القصه من اول الموال من اوله الحقيقه. مصطفى شوبير متعود دايما على قراءة الفاتحة وبعض الأدعية قبل النزول إلى أرضية الملعب وإجراء عمليات الإحماء بصحبة محمد الشناوي. يعني مصطفى شوبير فريق بديل أساسي بيعمل كويس. يا شناوي ارفع ايدك، النادي الأهلي هو سيدك. يا شناوي هتعيش في الدور، خد كهربا يلا وغور. مش شايف فيها اي حاجه. يعني الاهلي سيد الشناوي وسيد الخطيب وسيد الدنيا كلها، مفيش اي حاجه خالص. والشناوي بعد الماتش راح كان عايز ان هو يصالح الجمهور. الكابتن محمد حمضان، ايه يا حمضان ده بقى يا حمضان؟ بص معايا تاني. هو كهربا ده اكتر بني ادم ظلم نفسه في الحياه. الراجل النهارده خسر جمهور الاهلي وخسر جمهور الزمالك، هيشجعوا ايه؟ جمهور زد.
تعال نشوف سامي قمصان بيقول له ده انت مهزأ. تعال في التدريبات اللي قبل ماتش بلوزداد على طول، بعد ما تشوكه قبل بلوزداد. اهو كابتن سامي، هو ايوه هو ده. وربنا كابتن سامي. بقول لك هو ده اللي انت تعال شوي. على العموم الاهلي كبير، اكبر من كهربا واكبر من محمد رمضان واكبر من الشناوي، واللي يعاند جمهور الاهلي بيخسر. جمهور الاهلي كان السيف والدرع في وش مرتضى منصور لما الخطيب دخل معاه في معركه، في وش تركي الشيخ لما الخطيب دخل معاه معركه، في وش النهارده كل الاعلام الرياضي، وفي وش النهارده كل حاجه عشان الاهلي يكسب. وقف معاك بعد الخمسه بتاعت صن داونز ومات في بورسعيد عشان الاهلي يكسب ويستمر، والجمهور كان موجود في كل مكان ورا النادي الاهلي. فاللي يخسر الجمهور يغور، وافضل اقولها اللي يغور يغور، جمهورنا احسن جمهور. قول رايك في التعليقات. سلام.